يقول تزعلني وتزعل وحنك ولا يكفيك، وتبعد وانا من حشمة الحبة تزرب لك، تكابر تقول امر المحبة ما هو يعنيك، مع قلب طفل ما يميز وش انسب لك. انا ولدت في السودان، لكن ما مكثت في السودان فترة طويلة. انتقلت مع الأسرة وأنا في عمر 2 تقريبا هنا للمملكة العربية السعودية مع أسرتي كلنا. اتربيت هنا في المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم بالتحديد. دي الحاجة اللي خلتني من البداية بلقى نفسي بصورة تلقائية بوظف موهبتي على البيئة اللي أنا موجود فيها وعايش فيها. دي الحاجة اللي أدت لتطور التجربة. ما بجد أي صعوبة في كتابة الشعر باللهجة النبطية. بعتقد أنه بسبب التجربة الحياتية الطويلة هنا في منطقة القصيم في المملكة، والاندماج المبكر في الثقافة النبطية دي، أصبحت هي الحاجة التلقائية اللي بتخرج مني في النتاج الأدبي. فما بلقى أي صعوبة في الحاجة دي، لأنه دي حاجة أصبحت سمة ملاصقة لي منذ الطفولة. من البداية كنت متأثر بعدد من الشعراء. ضيدان بن قضعان كنت بسمع له كثير جدا جدا. خلف بن هذال، ربنا يديهم طولة العمر والصحة كلهم. كانت بداية معرفتي به وجلست أنا وياه في أكثر من جلسة في أبو ظبي وسولفنا، فوجدت الرجل داخله يعني شاعر سعودي نجدي خالص، من حيث اللهجة، من حيث الفكرة، من حيث بناء القصيدة، من حيث تأثره من الأسماء. يا عين لا تبتين ما بد مع فيد، بعض البتسا هم يزيد الهموم، يا عين لو دمعت يجي له تراديد ما جاوب النت، دارسات الرسومي اللي سكنها مبعدين المناقيد ريف الغريب، منزحين الخصومي قفوا بمظنوني، ولا هم معاويد قفوا به كفاية الهوى، بل غيومي يتلى العهد به، يوم شفته مع الغيد مثل البدر حوله دقاق النجومي.